فكري معايا كده، يعني ايه فرصة؟ كم مرة فرصة عدت من قدامك وانتي ما استغلتيهاش؟ فرصة شغل، فرصة مذاكرة، فرصة تربية لأولادك بطريقة معينة، فرصة تاخدي حقك من حد أذاكي، فرص كتيرة قوي حاسة انها ضاعت منك وندمتي عليها، فرصة ان انت تنتظمي في حاجة بتحبيها او حاجة بتطورك، وملايين الفرص وكتير الفرصة جت تحت رجلك بس انتي ما كنتيش جاهزة ليها. انا بقى جايالك النهاردة اقولك ازاي تستغلي الفرصة وتكوني جاهزة ليها. مساء الخير، اخباركم ايه؟ يا رب تكوني بخير. انتي عارفة ان انا وانا بكلمك دلوقتي في ملايين الفرص حواليكي وانتي مضيعاها؟ هتقولي لي ازاي يعني يا مروة الكلام ده؟ هقولك حاجة اسمها الامكانيات. استغلي الامكانيات اللي ربنا سبحانه وتعالى مديها لك. يعني ايه الامكانيات؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى مديلك وقت تستغليه في حاجة تنفعك، ربنا مديكي تركيز تستغليه في الحاجات اللي تطورك. قومي فكري في مستقبلك ومستقبل بيتك واولادك، قومي روقي شقتك والمكان اللي انت فيه. عندك بوتاجاز، قومي اعملي اكله حلوه بتحبيها لاهل بيتك. عندك مخ، قومي اتحركي واسعي والفرصه هتترمي تحت رجلك. عاوزه تبقي ناجحه في اي حاجه، قومي واشتغلي في وقت فراغك. بيقولك ايه؟ بيقولك كلما زاد استخدامك لما تملكي زاد ما تملكي لاستخدامه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مثلا خلينا نقيس الموضوع ده في الصلاة. مثلا ربنا سبحانه وتعالى مديكي صحة دلوقتي ان انت تعملي الفروض في مواعيدها، فالاذان اذن هتقومي تصلي حالا والاذان بيأذن، ده اللي انت بتملكيه دلوقتي. بعد وقت هتبقي متحمسه ان انت تزودي شويه طاعه، فهتقولي الاذكار هتاخدي حسنات اكتر، هتقولي اذكار الصباح والمساء فتاخدي حسنات اكتر واكتر، هتبداي قراءة القرآن فتاخدي حسنات زيادة، هتبداي تحفظي القرآن، وهكذا. قيسي الموضوع ده على كل حاجة في حياتك. هتقولي لي ازاي يا مروه؟ هقول لك مثلا الغرفه بتاعتك كانت مكركبه جدا، فانت قمتي روقتيها ونظمتيها وطلعتي الحاجات اللي انت مش هتستخدميها صدقه. اولا هتاخدي حسنات على اللي انت طلعتيه ده وهتاخدي ثواب. تاني حاجه ان هتعرفي تلبسي لبس كويس ومنمق لان لبسك مترتب والخيارات هتزيد. كم مره وانت بترتبي دولابك تلاقي حاجات ما لبستيهاش من وقت طويل قوي وتقولي الله ده جميله قوي، طب ما البسها ما اجربها، وفعلا تبقي مبسوطه وانت بتلبسيها. قومي اعملي كده في كل حياتك، قومي رتبي كل حياتك عشان تشوفي ايه اللي تايه تحت وما بتستعمليهوش من زمان، مش بتستعمليه وهتستغني عنه، اتخلصي منه صدقه لله. حتى في مخك، حتى في تفكيرك، حتى مع اولادك. قومي اعملي الموضوع ده مع كل بيتك وقيسي على كده كل حاجه في حياتك. كل ما تستخدمي الحاجات اللي في ايدك الحاجات اللي بتملكيها هتزيد. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ بيقول وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها. يعني انت حواليكي نعم كتيره قوي بس انت مش حاسه بيها، والمقارنات مع اللي حواليكي مضيعاكي وما يخلياكي ما تقوليش الحمد لله. لازم تقومي تتحركي وتسعي. ربنا سبحانه وتعالى قال للسيده هاجر لما هي بتسعى بين الصفا والمروه وتعبانه قوي، ربنا سبحانه وتعالى ما كانش قادر ينزل لها البلح من غير اي مجهود منها، ما كانش قادر ربنا سبحانه وتعالى يديها الميه من غير اي مجهود ولا سعي ولا اي حاجه، لكن ربنا سبحانه وتعالى خلاها تسعى بين الصفا والمروه. ربنا سبحانه وتعالى قال لها في القرآن وهزي إليك بجذع النخلة، صدق الله العظيم. يعني قال لها اسعي، قومي وصلي لأحسن نسخة من نفسك دلوقتي. كوني أم كويسة وبنت بارة وزوجة ودودة، كوني طالبة علم جبارة تقدري تعملي كل ده. صدقيني فرصة ان عندك بيت الحمد لله خليه احسن شكل، عندك اولاد خليهم باحسن مظهر، عندك مخ طوريه على قد ما تقدري، عندك لسان خليه راتب بذكر الله سبحانه وتعالى وخلي لسانك حلو. فرصة انك في الصيف تفسحي واستمتعي بكل الفرص اللي ربنا سبحانه وتعالى مديها لك. افضلي اشتغلي على نفسك لغاية ما تكوني انت نفسك فرصة لاي حد يتعامل معاكي. لو فضلت اعدلك الفرص اللي ربنا سبحانه وتعالى مديها لك دلوقتي حالا مهما كان مكانك انت فين، لو في وسط الحرب لو اديتلك كل الفرص اللي ربنا سبحانه وتعالى مديها لك هتقولي الحمد لله. فرصة لما الاذان يأذن تصلي، فرصة اجازة الصيف ان انت تتبسطي وتستمتعي مع اولادك وبيتك وعيلتك، فرصة حياة باباكي ومامتك لو كانوا عايشين، فرصة اصلا ان انت عايشة ربنا سبحانه وتعالى مديكي حياة ومكرم بني ادم على الشياطين، دي فرصة اي دورة او كورس انت نفسك تاخديه او اشتريتيه فعلا وبدأتي تدرسي فيه، فرصة الحج لو حجيتي، فرصة العمرة لو عملتي عمرة، لو ما معكيش كل ده، فرصة بس الايام اللي ربنا سبحانه وتعالى بتكون مفضلة وبيستجيب فيها الدعاء زي رمضان، زي العشر الاواخر من ذي الحجة، زي الثلث الاخير من الليل وقيام الليل، دي فرصة عظيمة استغليها. فرصة ان لما يبقى عندك حماس دلوقتي حالا انت تقومي تعملي حاجة تقومي تعمليها، الحماس ده فرصة. في ناس اصلا ما عندهمش حماس لاي حاجة في الحياة. فرصة ان انت تتخلصي من ذنب بتعمليه، فرصة فسحة حلوة، فرصة لو عندك امتحان والله دي فرصة، فرصة سن الشباب دي فرصة، والصحة دي فرصة، وفرصة
العزوبية دي اكبر فرصة، وفرصة الزواج كمان فرصة. فايا كان انت مكانك دلوقتي فرصة لما تروحي تزوري قرايبك دي فرصة. كل دي فرص ربنا سبحانه وتعالى مديها لنا. بيقولك ايه؟ بيقولك ان الفرص هتدق على بابك، لو ما فتحتيش في حد تاني هياخدها. سيدنا علي بن ابي طالب رضي الله عنه كان بيقول ايه؟ كان بيقول الفرص تمر مر السحاب فإذا مرت بكم فانتهزوها. ايا كان مكانك قومي حالا انتهزي الفرصة. ربنا سبحانه وتعالى كان بيقول ايه في القرآن؟ سابقوا الى مغفرة من ربكم. صدق الله العظيم. دي فرصة ليكي، الحياة فرصة ان انت تعملي لاخرتك، فرصة تذاكري، فرصة تسعي. كل دي فرص ربنا سبحانه وتعالى مديها لنا. احنا ليه بنبص على المشاكل والحاجات اللي حوالينا والناس اللي حوالينا؟ لو انت لوحدك دلوقتي دي فرصة تطوري نفسك، ولو انت في وسط زحمة وناس فرصة كبيرة جدا انت تعملي علاقات. البارودي بيقولك ايه؟ بيقولك بادر الفرصة واحذر فوتها فبلوغ العز في نيل الفرص. وصاحب كتاب أغنى رجل في بابل كان بيقول إيه؟ الفرص الجيدة لا تأتي لأشخاص غير مستعدين لاستغلالها. لازم تكوني مستعدة للفرصة إن أنت تستثمري المكان اللي أنت فيه دلوقتي والحاجة اللي أنت فيها دلوقتي. عارفة عامل زي إيه؟ عامل زي الشارع بالظبط اللي بيمر من عليه باصات كتير. باص فاتك مش مهم، اركبي اللي بعده. ما تخليش العمر يفوت منك. لو أنت في أي سن، لو أنت في العشرينات فجأة هتلاقيكي في الثلاثينات، انت في الثلاثينات فجأة هتلاقيكي في الاربعينات، في الاربعينات فجأة هتلاقيكي في الخمسينات. ايا كان عمرك وانا بكلمك دلوقتي انت فجأة العمر هيمر. استغلي كل فرصة فيه حالا وانا بكلمك. بيقولك في 3 حاجات ما ينفعش ترجعيها: الطوبة او الحجر لو انت رميتيه مش هتقدري ترجعيه. تاني حاجة الكلمة لو خرجت من بقك مش هتقدري ترجعيها. تالت حاجة الشباب او الوقت لو عدى خلاص مش هتقدري ترجعيه. ما تضيعيش الفرص من ايدك، واللي عدى خلاص عدى مش بتاعك. دكتور احمد صقر كان بيقول لا تضعي امانيكي على الصامت فقد تتصل الفرصة. خليكي صاحيه كده ومصحصحه وفايقه لحياتك. بلاش تفضلي قاعده كده سكرول على الموبايل. ليه؟ عشان ايه بتضيعي حياتك؟ علشان خاطر مين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال اغتنم 5 قبل 5: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. كل دول فرص. قومي دلوقتي حالا واحترمي امكانياتك. الرزق هيجري وراكي والفرص هتجيلك لما ترضي ويكون عندك يقين بالله سبحانه وتعالى. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها. قومي مسي على رزقك، ما تقلقيش. العمر مش هيعدي عليكي لما تكوني خدتي كل رزقك. محدش هياخد رزقك، مالكيش دعوه بحد. يلا وانا بكلمك دلوقتي قومي حالا استعدي لاستقبال الفرص بمكان نظيف، وست مروقه على نفسها بتقرا وبتطور حياتها كل يوم. كل يوم تحسي انك خلاص منهكه، اسمعي الفيديو ده تاني ورسالة ليكي. انت قوية وتستحقي الفرص تجيلك لغاية عندك. اوعي تنسي اللايك والاشتراك في قناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل حاجة جديدة بعملها. والسلام لقلبك.